مشتاقين لمدرب ما بيهاب ولا نجم ولا اسم وبحط اسم النادي فوق أي اعتبار. إذا منطلع على ريال مدريد بنشوفه حاليا فريق تائه بلا أي هوية وبلا أي عنوان، فريق مهزوز بدنيا ونفسيا ودفاع تائه. الخروج من معظم البطولات بهذا الموسم، وكأنما ريال مدريد يحتاج الآن إلى صدمة لتعود له الحياة. لكن بتتذكروا في اسم هيك بالزمانات مر على القميص الميرينجي وتجول بأروقة سانتياغو برنابيو، كان عنده موسم خارق فيه وصل للمية نقطة، 121 هدف، كان عنده ماكينة هجمات مرتدة ما بترحم حدا. عدة تقارير هلأ عم بتقول إنه هل سيعود جوزيه مورينيو ويكتب الفصل الثاني له مع ريال مدريد. لكن السؤال هون بينطرح، مو هل سيعود، لكن كيف سيعود ويعيد الهيبة والانضباط لغرفة تبديل ملابس ريال مدريد. لكن إذا بدنا نشوف ليش اسم مورينيو عم يتردد بالفترات الأخيرة أو بالأيام الأخيرة على ريال مدريد، شو السبب إنه ريال مدريد بحاجة لشخص كمورينيو؟ هو السنوات الأخيرة يلي مر فيها صحيح حقق نجاحات، وحقق بطولات ريال مدريد على المستوى الأوروبي أو على مستوى الدوري أو الكأس أو السوبر الأوروبي، لكن مر بفترات تراخية مرعبة أدت لأنه يتسجل أهداف بطريقة جدا سهلة وساذجة، ومن ثم التراخي والتمشي بأرض الملعب من اللاعبين بعد الخسارة بالمباراة، ضحك من اللاعبين على الكاميرات وأمام الكاميرات، وعدم الاكتراث لهذه المصيبة التي تحل بريال مدريد في الوقت الماضي. يبدو أن فلورنتينو بيريز ركز على هذا الموضوع، أن ريال مدريد لديه مشكلة ليست فنية بحتة، بل مشكلة شخصية بهوية الميرينجي ذاته. يعني إذا بنشوف ريال مدريد بالأواني الأخيرة أو بالفترات الأخيرة فاقد لهوية ريال مدريد، ويلعب كما يشاء كل لاعب أن يلعب. يعني أنا كمبابي بلعب بالجهة اللي أنا بدي إياها مخالفة للجهة اللي بيحكي لي إياها المدرب، كذلك فينيسيوس، بيلينغهام، والإصابات اللي تتكرر. لذلك فلورنتينو بيريز مصر أو يبدو الإصرار على اسم جوزيه مورينيو لمسك زمام الأمور وإعادة شخصية والهيبة والقبضة الحديدية لريال مدريد. شو راح يجيب معه جوزيه مورينيو لما بيجي على ريال مدريد بعد عودته المحتملة؟ راح يجيب معه مو خطط تكتيكية، راح يجيب معه ثورة شاملة وكاملة تتلخص معنا بثلاث محاور. أول ما سيفعله مورينيو عند العودة إلى ريال مدريد، راح يعمل عملية تطهير شاملة وانضباط كبير بغرفة تبديل الملابس. راح يفرض أسلوب النادي أولا، ثم الفريق، ومن ثم اللاعب. من راح ينضبط بهاي القواعد اللي راح يحطها جوزيف مورينيو، راح يلعب أساسي ويكون ضمن تشكيلة جوزيه مورينيو. مين راح يعارض وراح يعمل بلبلة؟ راح يكون مكانه الدكة. إذا منتذكر بالزمانات أجلس إيكار كاسياس أيقونة ريال مدريد وإسبانيا على الدكة لفرض هيمنة مورينيو والنادي على اللاعبين. هذا الشيء البعض اعتبره أنه هيمنة من مورينيو وتكبير راس، لكن الشيء يلي بيخدم مصلحة النادي وبيخدم مصلحة الفريق هو المدرب بيقرره. مين راح يعارض راح يلقى مصير إيكر كاسياس، مين راح يلتزم راح يلعب ويكون أساسي بهاي التشكيلة. ومن ثم راح يخلق جوزيف مورينيو فريق يلعب لمدة 90 دقيقة بروح قتالية عالية على مستوى الدفاع والخط الوسط، ومن ثم الهجوم يلي راح يكون له دور كبير بالدفاع بخطات جوزيف مورينيو، بالإضافة إلى حراس المرمى. شوف يا صديقي، من الخطأ اعتبار مورينيو هو مدرب انضباطي ومدرب ديكتاتوري فقط. هو مهندس تكتيكي من الطراز الأول، بل من الطراز الرفيع. إذا منعود لسنة 2011 يا سيدي و2012، منشوف بهداك الوقت سميت الليغا بليغا الأرقام القياسية. جوزيف مورينيو
كان عنده 100 نقطة و121 هدف بالدوري. كان عنده كتيبة متكاملة: دي ماريا، أوزيل، وبنزيما، وكانت توصل آخر شيء الهجمات إلى الدون كريستيانو رونالدو، اللي بهداك الموسم لحاله سجل 46 هدف. متخيل بهداك الموسم بال2011 بمواجهة ميسي؟ عم نحكي عن أرقام مرعبة كانت لجوزيه مورينيو بالليغا. فتخيل معي يا صديقي، هلأ إذا منشوف التكتيك والفلسفة اللي موجودة عند مورينيو، إذا بيطبقها مع سرعة فيني وأداء رودريغو وإنهاء مبابي، راح يكون عنده فريق مرعب لكل فرق أوروبا يلي بتعتمد الاستحواذ. لكن مورينيو راح يلدغن لدغ بالهجمات المرتدة. الجد الثالث من وصفة مورينيو هو الحرب النفسية. سعيد هيبة ريال مدريد باللقاءات الصحفية، فهو سيد من خلق نظرية نحن ضد العالم. مورينيو رح يقدر يحمي اللاعبين ويكون صحفي، وبنفس الوقت رح يجاوب بالنيابة عنهم، لا يترك اللاعبين فقط يركزوا على أرضية الملعب وعلى الأداء ضمن أرضية الملعب بما يخدم مصلحة ريال مدريد على كافة البطولات. إذن عودة مورينيو إلى ريال مدريد هي ليست عودة مدرب تكتيكي، مدرب انضباطي، مدرب على مستوى عالي، هي مدرب يمتلك عدة جوانب وعدة مهارات. مدرب منضبط، تكتيكي، ديكتاتوري، وأيضا صحفي. هذا الشيء، وخصوصا نحن هلأ بفترة إعلام كبيرة وسوشيال ميديا وسبق صحفي وترند، فهذا الشيء راح يخلق لريال مدريد هالة إعلامية مرعبة وردات وترندات وتصاريح من جوزيه مورينيو ضد الخصوم، ممكن لإحباط الخصوم أو لإيقاظ الأمل داخل لاعبين ريال مدريد في شتى البطولات. وكما قال في أحد البوستات أو التصريحات لملك الانتقالات فابريسو رومانو، قال إنه جوزيه مورينيو منفتح جدا ومتحمس لكتابة فصل ثاني في مدريد. منيجي للجانب المظلم من عودة مورينيو. هل عودة مورينيو فيها مخاطر؟ نعم، في كتير من التقارير والصحف بتقول إنه مورينيو بالمباريات الكبرى بيلعب بأسلوب دفاعي بحت وكتير مبالغ فيه. هذا الشيء يمكن ما يروق لجماهير ريال مدريد، خصيصا إنه جماهير ريال مدريد حاليا عم بتدور على فرصة لإنعاش ذاكرة الشخصية البطل اللي كانت موجودة بالمواسم السابقة، سواء كان على أنشيلوتي أو مع زيدان، والآن اختفت من تشابي ألونسو ومن ثم أربيلوا. هل هذا الشيء موجود راح يكون ضمن مورينيو بالباكج اللي راح يكون جاي فيه، أم أنه راح يعيش صدامات قوية مع جوزيه مورينيو وشفناها صارت مع تشابي ألونسو؟ هل راح تعاد مع جوزيه مورينيو كما صارت معه من قبل في أيام تشيلسي؟ راح يكون في مثلا اتفاق ضده ضمن غرفة تبديل الملابس والإطاحة باسم مدرب ثاني من ريال مدريد بعد تشابي ألونسو وهو جوزيه مورينيو، وتعاد الكرة مرة ثانية معه. لكن الآن مدريد ما بيعيش برفاهية الاختيار لأنه ما في مدربين متاحين كبار، سواء يورجن كلوب أو مورينيو. يورجن كلوب إذا إجا بده ينفض الفريق من أوله لآخره، لأنه فريق لا يعلم بهوية ريال مدريد كما يعلم مورينيو. ممكن يبنى على مورينيو فترة ومن ثم يستلم يورجن كلوب، لكن حاليا أفضل قرار إلى ريال مدريد هو عودة مورينيو، لكن بيتحمل نتيجة هذا القرار، سواء الصدامات مع اللاعبين إلى أن يرسوا قطار ريال مدريد على السكة الصحيحة اللي عم يرسمها مورينيو، ليمشي معه سكة عجلات البطولات، ونشوف مع مورينيو هل رح يتقدم ولا أنه ريال مدريد رح يبقى يعاني من هاي تبديل المدربين، تبديل اللاعبين، تبديل الخطط. وهو أهم شيء بالفرق الكبيرة الاستقرار. طول ما موجود الاستقرار بالفرق الكبيرة، كل ما كان عندك في نجاحات متواصلة. أما تضلك عم تبدل بمدرب لاعبين مدرب لاعبين، فهذا تخلق نوع من الشك، وتخلق نوع من البلبلة ضمن غرفة تبديل الملابس، وبالإضافة إلى خطط اللاعبين وطريقة اللعب. فهل رح نشوف مورينيو وبيريز يتفقوا بالأخير حسب التقارير الأخيرة أنه مورينيو يستلم سدة تدريب ريال مدريد؟ بالنهاية يا صديقي، قصة عودة مورينيو هي جدلية بامتياز بين مؤيد شايف فيه المنقذ
ومعارض خايف من حراقه. اسم مورينيو هو الاسم الأكثر جدلاً لحل مشكلة ريال مدريد، وهي الانضباط والشخصية. هلأ عودة مورينيو يمكن هي الصدمة اللي بيحتاجها النادي الملكي، وممكن تكون مخاطرة يخسر فيها ريال مدريد كل يلي انبنى بالأيام الماضية. لكن إن عاد مورينيو سيشعل الدوري الإسباني وأوروبا من جديد. وهلأ شاركوني رأيكم بالتعليقات. هل عودة الدكتاتور مورينيو لتدريب ريال مدريد هي الحل الأفضل للنادي الملكي، أم أنه راح يرجع يفشل كما فشل بعدة مراحل مع عدة أندية في الوقت السابق؟ إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك والتعليق. كان معكم معاذ، وأراكم إن شاء الله بفيديوهات قادمة.